دلوقتي انا خلصت العدس بكل محتوياته. النقط البني دي ده البصل. دلوقتي العيش اللي بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هعمل طريقة العدس الاصفر، شوربة العدس الاصفر بطريقة جميلة قوي 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 ومغذية ومفيدة جدا في الشتاء وبتدفي ومليئة بالبروتينات والخضار وحاجة جميلة قوي. يا رب تجربوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما المية تغلي كده احط الجزر وبحط البصل بسم الله، وبحط الثوم، كل ده مرة واحدة. بحط كمان دلوقتي العدس نفسه كله مرة واحدة. هيطلع ريم اشيل الريم زي شوربة اللحم عشان ما تمررش. دلوقتي هسيبه يغلي وبعد كده هرجع نشوف نعمل ايه. دلوقتي الريم ظهر فلازم اشيله كده عشان تبقى ايه الشوربه زي الفل. كده كده اشيله كده كده. بسم الله. اي بقوليات تطلع ريم لازم نشيلها. انا ما حطيتش توابل ليه؟ عشان اطلع الريم الاول وبعدين احط التوابل عشان ما اشيلش التوابل بعد ما احطها. اهو فرقت ازاي، ميه نضيفه ازاي زي الفل ازاي. لازم اشيل الريم عشان ما يمررش الاكل. اهو كده بسم الله. اهو الريم كده بشيله. ودلوقتي هحط شوف احط ايه توابل. بزيد القيمة الغذائية. ظهر ريم تاني اشيله عادي كده خلاص. دلوقتي بزيد القيمة الغذائية للعدس الاصفر، شوربة العدس الاصفر الجميلة. والاولاد هتزود عندهم المناعة، تزود المناعة جدا. واحط معلقة كركم مليانة، معلقة كبيرة كده حلوة. بحط كمون واحط شوية ملح. انا لسه هحط ملح تاني مش دلوقتي اما احمر بصلتها. دلوقتي اعمل كده اهو ادي كده تبقى جميلة قوي. وممكن تحطوا كمان بطاطسية صغيرة بس انا بحب لونه اصفر. البطاطس هتديني غلاظة مش وهتبيض الشوربة هتبيض. انا عاوزاها كده. وساعات اعمل شوربة عدس بالخضار مرة تانية هبقى اعملها. بصوا دلوقتي جزر، حطيت جزرتين، بصلايه، توم، كركم، كمون، ملح. ما حطيتش حاجه تاني دلوقتي. هسيبها بقى تغلي وبعدين نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عقبال ما شوربه العدس تخلص وتستوي دلوقتي هحط زبده فلاحي. نقطه زيت عشان ما تتحرقش. بعمل البصله محمرها بتاعه العدس عشان في الاخر خالص بحط بصلايه تاني محمره. دلوقتي بنزل بالبصله كده. الزبده الفلاحي هتخلي العدس ريحته جميله جدا جدا. اهو كده اهو كده. دلوقتي اديني بحمر البصله كده. ريح طبعا الزبده هتبقى مع العدس حلو قوي.
بعد ما تتحمر هوريها لكم باذن الله. دلوقتي انا بضيف بقى خلاص كده، انا كان عندي شوربه لحمه فبضيفها عليها دلوقتي. بسم الله. تدي طعم جميل قوي شوربه اللحمه كمان. بصوا ازاي الشوربه نضيفه زي الفل، لونها بصوا ازاي، لونها جميل. لما تشوفوها في الاخر هتحبوها قوي. كركم بيديها لون مش طبيعي، حلو قوي ومغذي وبيزود المناعه الجسم، ضد البرد وضد كل حاجه. ان شاء الله لما تخلص هوريها لكم. دلوقتي انا حمرت البصله، مش هحطها دلوقتي خالص، هحطها لما اضرب العدس في الخلاط او الهاند بلندر، بعدين بحطها. ادي اللون اللي انا عاوزاه كده. خلاص عملتها بالزبده الفلاحي قدامكم. دلوقتي خلصت، هقفل عليها واسيبها لغايه ما اضرب العدس وبعدين ابقى احطها. دلوقتي الطاسه اللي عملت فيها الثوم، دلوقتي الطاسه اللي عملت فيها البصل وحمرته عشان لما يستوي العدس بضربه في الخلاط او هاند بلندر، بحطه في الحله. لسه العدس ما استواش. دلوقتي انا في نفس الطاسه شلت البصل في طبق وحطيت عشان يبقى كله نكهه واحده صح. دلوقتي بحمر عيش، يعني ممكن طبعا احلى بلدي عشان انا ما عنديش دلوقتي بلدي، بحمره. لما يتحمر هوريكم. دلوقتي انا بحمره درجه معينه عشان يتحط فوق شوربه العدس، بس البلدي طبعا احسن كتير. مره تانية هبقى اعمل عدس بشعريه وجميل قوي قوي قوي. اهي دلوقتي اهو اتحمر، انا دقته دلوقتي لقيته مقرمش. خلاص هسيبه بقى على جنب لغايه ما العدس يهدى واضربه بالهاند بلندر او تحطوه في الخلاط عادي جدا. دلوقتي انا هضربه في الخلاط قدامكم، مرضتش اعمله بالهاند بلندر عشان يتضرب كويس قوي قوي قوي، ونشوف النتيجه فيما بعد. دلوقتي انا بعد ما انا ضربت العدس هحيقه زياده، هحط معلقه ملح، نحط كمون تاني، بعد ما حطيت دلوقتي الملح والكمون بحط نقطة بهارات، 7 بهارات، بحط شوية شطة بسيطة، اللي عاوز بقى يزود في طبق بسيطة، اللي عاوز يزود في طبق. وكمان هحط طبعا كده، نعمل كده عشان الشطة تنزل كده. بسم الله بسم الله. وهحط بقى دلوقتي ايه، البصل اللي انا حمرته كده. تغلي غلوة، بعد كده اروح قافلاه واقدمهم في الطباق. مرة تانية بعمل بصل عدس اصفر بالشعرية والخضار، بتبقى جميلة قوي برضو. اللي محمراه هحطه كده. بسم الله كده، وبألف هنا وشفا. ما تنسوناش في السبسكرايب واللايك وجرس الإشعارات. بألف هنا وشفا. بون أبيتي. ميرسي.